ينفعش اي شله صحاب يفوتوا رمضان من غير ما يفطروا في المكان ده، معروف بالقرمشه والنغمشه وسندوتشات العملاق، اطول سندوتش في مصر في جميع الانواع، وغير الاجواء الرمضانيه اللي انتوا شايفينها دي. حرفيا اي حاجه انت ممكن تتخيلها تطلبها للفطار. حرفيا عايز اقول لكم ان الديكور هناك مريح جدا للاعصاب كده. انتوا متهيألي عرفتوا المكان ده فين، بس الاجواء الرمضانيه خايفه العظمه شويه، ان هناك الاجواء الرمضانيه تفضل تتصور لدرجه اللي احنا وصلنا قبل الميعاد بساعتين عشان نفضل نتصور في الاجواء الرمضانيه زي ما انتوا شايفين. كميه راحه نفسيه مش طبيعيه في المكان، يعني تحس كل حته في الديكوريشن لوحه فنيه كده. قلنا بسم الله الرحمن الرحيم ودخلنا بقى على حاجات العظمه اللي في المكان. وتعالوا اقول لكم احنا طلبنا ايه من المكان ده، واللي معروف بالمكان ده اللي اي حد بيروح يجربه بيبقى ادمان عنده. شايفين كده اللي بيحصل ده؟ لو قلبك ضعيف ما تكملش الفيديو، لكن لو انت بتبدا من اول 18 سنه عادي جدا ممكن تكمل الفيديو، لان الفيديو ده مليان زي ما انت شايف كده. والمكان ده من الناس اللي مميزه في اسكندريه، اللي هم بيعملوا اي سندوتش عملاق زي ما انتوا شايفين كده. مش هنرغي كتير وتعالى اقول لكم احنا طلبنا ايه للفطار عندهم. من اول ما جربناها فتحت النفس حرفيا بطريقه مش طبيعيه. كان خلاص المغرب اذن وابتدينا الاجواء الرمضانيه، وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم ودخلنا على الفطار على طول، لدرجه ان في ناس ممكن تروح المكان ده وتبات فيه يوم عادي على السندوتش العملاق زي ما انتوا شايفينه. اطول سندوتش في مصر ده، طبعا هوت دوج وفراخ وكريسبي وبطاطس ايا كان بقى انتوا بتحبوا النوعيه ايه. موزاريلا كسيس بصوص الشيدر حاجه كده على الاجواء الرمضانيه. طبعا لم ندم عمري اللي انا ما فطرتش في المكان ده قبل كده، ان طعم الاكل عندهم مختلف كده عن الاخرون. تقول لي ازاي؟ هقول لك تعالى اعرفك على اطول سندوتش في مصر عندهم، وهو المنظر اللي انتوا شايفينه ده. بيبقى عباره عن قطع فينجر فرايد تشيكن، صدور الفراخ اللي سموكي كده مع الصوصات على الخس والخيار المخلل والطماطم. للعلم لو انت ما بتحبش اي حاجه في دول ممكن تقول له ما يضيفش عادي. الصراحه انا ابتديت اقول لا هو في ايه سندوتش يا جماعه طول ما انا باكل فيه زي ما انتوا شايفين كده ما بيخلص. بنزي صوص، وده مخصص باسم المكان. خس والخيار والصوص كده كانوا عاملين ميكس رهيب، يعني تاكل صوابعك وراه كده. لكن لو انت بقى من عشاق الهوت دوج فرشح لك اطول سندوتش هوت دوج في مصر، واللي انتوا شايفينه ده اللي انا الصراحه ما كنتش بحبه بس ادمنته عشان المكان ده فقط. اقول لك بقى السندوتش ده عباره عن ايه. ده سندوتش بنزي دوج بيتكون ربع الهوت دوج مع الخيار المخلل مع الطماطم مع صوص بنزي مع السموكد بنز مع الخس كده مع الخيار مع الطماطم. الناس اللي بتعشق الهوت دوج هتعرف يعني ايه طعم الهوت دوج الصح في المكان ده. واللارج منه كان عامل 35 والاكس لارج كان عامل 45. انا بقى الصراحه انا ما كنتش عايز اسيبه غير لما اخلصه كله، بس قلت لازم عشان اكمل الباقي. دخلت على الموتزاريلا ستيكس كده زي ما انتم شايفين، اللي كان لازم يتوقف لها ويضرب لها تعظيم سلام. جربنا كمان من عندهم الموتزاريلا ستيكس، طلبنا 3 قطع مع الصوص. دقنا بيها. عايز اقول لكم اللي احنا سيبناها شويه ولسه برده بتمط زي ما انتم شايفين كده، مع صوص الشيدر مع الصوص اللي تشيل حسب الصوص اللي انتوا طبعا تطلبوه. هتاكل اول واحده بص كده كانت مصره ان انا اقف لها واضرب لها تعظيم سلام. اجمد مكان في مصر عايز تروح يكون يعمل موتزاريلا ستيكس صح هو المكان ده. هتقول لي ليه؟ هقول لك شوف اللغوصه دي. لو انت بقى من عشاق الفرايد تشيكن المقرمشه مع اللغوصه فرشح لك الطبق ده. اقول لك ده بقى بيبقى عباره عن ايه واسمه ايه. بيتكون لك من 3 قطع كده فراخ مقرمشه فينجرز فرايد تشيكن، صدور كده فراخ المقرمشه زي ما انت شايف كده، وتغمزها كده بينزل لك ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. ايوه زي ما انتم شايفين كده ده الميلتي تشيز صوص. فين انا هنا القطعه شبعتني والشله قامت بالواجب. مسكت الصوص هنا وقطعه الفراخ هنا وقلت لازم اغرقها زي ما انتم شايفين كده واجم تنزل في القلب. بص يا جماعه المنظر لوحده يشبع. انتم متخيلين؟ هنا الصراحه الناس دي ما سكتتش وقالوا لا مش هتكفي، ان القطعه عندهم محشيه ومستويه جدا من جوه، والتتبيله تحسها من جوه ومن بره ومقرمشه جدا من بره. مش بس كده لا، نزلوا لك معاه واحد عيش كايزر كده عشان لو عاوز تعمل سندوتش تمسك العيش بعد كده تمسك القطعه تحطها في السندوتش تغرقها مع الصوص. وهنا كان ميلتي تشيز صوص كان متغرق غرقان. هجم يا باشا كل ينزل في القلب مش في المعده. يعني الوجبه دي لوحدها كفيله ان هي ممكن تشبع شخصين. هتقول لي ازاي؟ لك لان الحاجات اللي بتبقى محطوطه في الطبق كميه محترمه، ولسه انا ما كملتلكوش الباقي. معاها فرايز بالتتبيله بتاعتها بتغمزها كده في الميلتي صوص، كميه برده بتبقى محترمه. بما اننا كنا صايمين فحبيت اطلب برضو الحاجه اللي قبل الاخيره عندهم، وهو سندوتش اوريجينال برجر. بيبقى عباره عن خس وطماطم، برجر لحم بقري مع صوص بنزينه مع خس مع خيار مع الطماطم، وفي كمان حلقات بصل لو انت عاوز تزود، مع خيار مخلل وعيش كايزر لارج. عايز اقول لكم ان اللحمه حسيت بطعمها اكتر من اي حاجه محشيه جوه السندوتش. حرفيا ما مشيناش من المكان ده الا لما ختمنا صيامنا بكل اللي عندهم. تقول لي ازاي؟ هقول لك جربنا كمان من عندهم طبق البطاطس الهالبينو. ده بيبقى عباره عن طبق بطاطس غرقان في البطاطس على ميلت تشيز توست، بيغرقوا لك كده على البطاطس شرايح فلفل الهالبينو. لو انت كمان مش عايز الفلفل عادي ممكن تقول لهم ما يحطوش عادي جدا. لكن لو انت عايز تضرب حاجه خفيفه وفي نفس الوقت تقيله رشح لك طبق الكورن دوج ده اللي انت شايفه. واحد منه كان عامل 15 جنيه. سميته الصراحه قلت بسم الله الرحمن الرحيم. لتاني مره دخلت على اول قطعه هو الكورن دوج بصوص الباربيكيو. وده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن كورن دوج كده من جوه ومن بره لك في الباربيكيو. تاني واحد كان بصوص بنز، ده الصوص بتاع المكان اللي ما فيش حد بيجي المكان ده وما بيطلبهوش. قلت هيبقى اغلى من 15 جنيه بس لا، لقيت القطعه ب 15 جنيه فاتصدمت انا واللي معايا. الشاطبي كده بالظبط الشارع اللي في وش كازون الشاطبي هتدخلوا شارع استاد نادي الجامعه، باب اللي جنب الاتحاد النادي السكندري كليه العلوم. هتفضل داخل كده الشارع اللي جنبه، تفضل مطول كده كده هتلمح المكان من بعيد. ايه مطول
في اجواء رمضانيه كده مش طبيعيه. لصاحبك